يعني نتجاوز مرحلة الثورة، ثورتهم طبعا، وليست ثورة الشعب السوري التي يعني انطلقت للبحث عن الحرية والكرامة، إنما ثورة هيئة تحرير الشام. حتى ثورة هيئة تحرير الشام أعتقد كان يجب أن لا تكون بهذه الطريقة. السرعة يعني النهم الشديد للسلطة وللمال ولكل شيء ولقمع الآخر، يعني كل ما مارسوه يعتبرونه حتى الآن يعني لم نرتكب مجازر كبيرة. كان الشعب السوري، نعم، كان هناك يعني الكثير مما جرى بين السوريين، كان جبهة النصر أيضا جزء من ذلك. بالنسبة لما تم الاتفاق عليه، أو يعني النقطة المضيئة التي قال البعض وقالها البعض لي وهو ليس بكردي، يعني البعض قال هذه الاتفاقية أنقذت سوريا من حرب داخلية، من حرب أهلية، لكن سرعان ما يعني تبددت تلك الآمال وليس الأحلام من أن هذه الجماعة كسبت الوقت، واعتبرت أن ذلك كان بمثابة خروج من المأزق الذي أدخلت نفسها فيه نتيجة الارتكابات في الساحل. بعد ذلك عادت إلى سيرتها الأولى. الهدف قلناها منذ عدة أشهر، هذه الجماعة ستناطر وستستمر في التحريض وفي بث خطاب الكراهية من خلال الوزراء الرسميين، وليس أبو عمشة أو أبو شقرة رغم أنهم قادة في جيش الشرع، يعني لا، من خلال وزراء آخرين كحمزة المصطفى وغيره، ومن خلال المستشار السابق لأسامة بن لادن أحمد موفق زيدان، وأعتقد هو لا يزال في قائمة منظمات يعني مدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية. خطاب الكراهية مستمر.